ده همادة طالب في مدرسة، بنشوفه هو بيجري وبيبص في الموبايل وبيبقى عايز يتصل على حد من صحابه علشان ينقذه، لأن في باندا بتجري وراه وعايزة تقتله، وبيبقى مش عايز يستخدم نقاط علشان كده هيخسر 500 ألف ين، وبيبقى عايز يتصل كيود لأنه بيقدر يسرق نقط أكتر منه، وبيبقى مش عايز يتورط في اللعبة أكتر من كده، وبيدور في الموبايل ومش بيلاقي حد يقدر يساعده غير سودو، وبيبعت له رسالة وبيبقى مفيش حل غير إنه يبعت له، وبيجري وبيلاقي طريق مسدود، بتقرب عليه الباندا وبيطلع ضوء من إيده وبيضرب بيه الباندا، بس ما بيأثرش فيها وبتضربه الباندا بالسكينة في رقبته وبيموت. بتظهر الباندا وبتمسك التليفون، وبيبقى همادة كان جوه لعبة وخسر فيها، وطبعا لما بيخسر بيتقتل. بنشوف بقى سودو قاعد في المدرسة وبيتفرج على أسعار الدراجات النارية وبيلاقيها غالية، وبيفكر إنه يدور على شغل بمرتب كويس علشان يقدر يشتريها. بيدخل عليه شينوس صاحبه وبيسأله على الحاجة اللي مرسومة بره المحطة لو كان شافها، بيقول له سودو ايه اللي بره، وبيفهم ان في محل جديد اتفتح بيوري شينوس في رسومات على شكل جثث كتير مرسومة وشكلها غريب، وكل الناس بره مستغربين على الرسومات دي، وبيعرفوا شينوس انها موجودة في كل مكان في شيبويا. ده غير ان اللي بيرسم اللوحات دي بيرسمها بالليل علشان ما حدش يعرف هو مين. بيجي كيود صاحبهم وبيسأل على صاحبه همادة، وبيعرفوا انه غايب النهارده. بيقول سودو لكيود انت وهمادة اشتريتوا دراجات نارية جديدة، واكيد لقيت شغل علشان تقدر تشتريها بالسعر الغالي ده، وبيسأله على شغل ليه. بيقول له كيود الموضوع مش شغل، وبيبقى شكله مش طبيعي وهو بيتكلم. بيطلب منهم لو شافوا همادة يتصلوا بيه على طول. بيقول له سودو انه بالليل بعت له رسالة فيها اشعار وبيقراها وبيعرفه انها اشعار للعبة، وبيقول ان همادة على طول مضيع كل وقته في الالعاب دي علشان كده بيغيب من المدرسة، وبيقرا اسم اللعبة داروينز جيم. اول ما بيسمع كيود اسمها بيجري عليه بسرعة وبيقول له ما تفتحش اللعبة، بس بعد فوات الاوان بتظهر صورة تعبان، واول ما بيدوس عليها التعبان بيخرج من الموبايل وبيعضه في رقبته، وبيقف سودو بسرعة وبعد كده بيدوخ وبيغمى عليه. بتيجي رسائل على الموبايل وبتوثق دخول سودو، وبتجيله رسالة ان صاحبه همادة ميت. بيشيلوا اصحابه وبيدخلوا العيادة. بتظهر بنت بفستان احمر وشايله سلاح، وبيجي لها اشعار ان في لاعب جديد انضم في اللعبة، وبتقول يا ريت يفضل جوه اللعبة ويكمل للاخر. بيفوق سودو وبيلاقي نفسه في العيادة، والدكتورة بتعرفه انه اغمى عليه في الفصل، وبتسأله لو يقدر يقوم يرجع لفصله، بس سودو بيعرفها انه هيروح على البيت علشان حاسس انه تعبان، وبيبان وشم على رقبته مكان العضة، وده نفس اشعار اللعبة اللي هو منزلها. بتديله استمارة وبتطلب منه يمضيها. بياخدها بس القلم بيقع وبيوطي جنبه من الارض وايده بتنور لون ازرق. بيديلها الاستمارة وبيخرج. بيلاقي اصحابه واقفين بره العيادة وبيطمنهم انه كويس وهيروح، وبيكلموا كيود بصوت واطي وبيعرفوا انه هيعدي عليه في البيت علشان يفهموا ايه حوار اللعبة اللي بعتها ليه همادة. بيقول له سودو انت بتتكلم كده ليه؟ ما انا عارف اسمها. وبيقول له اسمها. بيطلب منه كيود يوطي صوته وما يتكلمش هنا، وبيمشي سودو. بتشوف الدكتورة القلم اللي مسكه سودو بقى فيه منه نسخة تانية، وهي فاكرة ان كان معاها قلم واحد بس. بيركب سودو القطر وبيبقى مستغرب تصرفات كيود، بيبص على الموبايل وعلى اللعبة وبيقول لنفسه هو ممكن اللعبة دي تكون مش شرعية. بيفتكر سودو لما فتح اللعبة وظهر منها تعبان من التليفون وعضه، بس بيبقى مفكر انها هلاوس مش اكتر. وبيجي اشعار مكتوب فيه استعد للمباراة، وبيبقى مكتوب بيانات سودو، وبيشوف الرسالة وبيبقى كده هيلعب قدام الباندا. وبيبقى سودو لحد دلوقتي مش فاهم اي حاجة وليه بيستخدموا اسمه، لانه بيلاحظ ان في كمان عد تنازلي، وبيبقى مش عارف اللعبة بتتكلم عن ايه ولا القواعد بتاعتها. بيبص قدامه وبيلاقي الباندا ظهرت فجأة وماسكة في ايدها سكينة، وبتبقى لابسة تيشيرت فريق البيسبول مكتوب عليه 666. وبيبقى سودو مستغرب ليه موجود في القطر ولبسه كده، وبيفكر ان في برنامج تلفزيوني ومش في باله المصيبة اللي هتحصل له. لسه سودو هيبدأ كلام معاه بيلاقي هجمت عليه الباندا بالسكينة وبتحاول تقتله. بيضرب فيه سودو والقطر بيتفتح وبينزل منه وبيطلع يجري، وبيبقى مفكره سفاح بيقتل اي حد. بيجري علشان يبلغ الشرطة، بس بيلاقي المكان اللي هو فيه اتغير وبقى حوالين منه ضوء ابيض، وبيعطل شوية في الجري، وبعد كده الباندا لسه بتجري وراه. بيدخل مركز الشرطة وبيبلغ ان في واحد غريب لابس باندا عايز يقتله. بيحاول الشرطي يوقف الباندا بس بتقرب عليه وبيطير راس الشرطي، ولسه هيقتل سودو. بيجي كيود وبيقول لسودو يهرب بسرعة علشان لو هرب هيفوز، وبيضرب الباندا بسهم، بس لما بتاخد السهم في كتفها وبتختفي. بيستخدم كيود شفرة وبيقدر يشوف الباندا وهي مختفية، وبيفضل يضرب عليها لحد ما بتظهر وبتضرب كيود بالسكينة. بيجري عليه سودو وبيطمن انه هيكلم الاسعاف، بس بيعرفه كيود مش هيلحق علشان الباندا لسه عايشة. بياخد سودو صاحبه وبيمشوا، وبيسألوا سودو مين ده وازاي بيختفي كده. بيعرفوا كيود ان ده لعبة داروينز جيم. بيقول له سودو لعبة ازاي، وبيطلب من كيود يسكت لحد ما يوصلوا للمستشفى، وبيفضل كيود ينزف طول ما هم ماشيين. بيقول لكيود انهم مش هيعرفوا يستخبوا من الباندا. بتمشي الباندا ورا الدم اللي نازل من كيود، وبيستخبى من الباندا وبيشوفها سودو وهي ماشيه بعيد عنهم. بيعرفوا سودو انه كده هيقدر يوصل للمستشفى. بيعرفوا كيود انهم مش هيقدروا يتواصلوا مع العالم الخارجي دلوقتي علشان هم في اللعبه. مش بيصدقوا سودو وبيتصل على التليفون وبيلاقي الرقم غير متاح. بيقول له كيود خلي بالك من الباندا ولازم تبقى بعيد عنه لحد ما الوقت يخلص. بيطمنوا سودو، بيعرفوا انه مش عارف مكانهم دلوقتي. بيبص عليه سودو وبيلاقي الباندا بص عليه. تليفون سودو بيرن وبيعمل صوت، وبيبقى مطمن لان الباندا بتبقى لابسه خوذه واكيد ما سمعتش. بيبص سودو على الموبايل وبيلاقي اشعار من اللعبه، وبيفهم سودو الغبي ان اللعبه اللي داس عليها هي اللي عامله كل ده. وبيقرا الرساله وبتبقى جايه من واحده اسمها شوكا، وبتبقى عايزه تساعده علشان عارفه مكانهم. بنشوف البنت ام فستان احمر وبتطلع هي شوكا، وبتضحك على سودو لانه خلاص مش هيقدر ينسحب. بتروح الباندا في الجراج اللي هم مستخبيين فيه، بس بيجروا اول ما بيشوفوها جاي عليهم. وبيفهم سودو ان خاصيه البحث بتعرف المنطقه وموقعهم مش بيظهر. بيطمنوا سودو انهم هيهربوا اول ما يمشوا، وبيقول له كيود اهرب انت من هنا، وبيعرفوا انه هيفضل مستخبي لحد ما الوقت
يخلص، لان سودو في اللعبه ولو مش هيعرف كده الباندا مكانه، لان لو عرف مكانهم وهو معاه كده هيبقى الخطر اكبر. بيقول له سودو انه هيرجع له تاني اول ما يخلص اللعبه دي. بيخرج سودو وبيقف قدام الباندا وبيطلع يجري وبتجري وراه الباندا. بيجري سودو وبيستخبى في الحمام وبيدخل عليه الباندا وهو خافي نفسه، وبيضحك الباندا وبيعرفه انه سرق المسدس من الشرطي وكده معاه سكينه ومسدس. بيفضل يضرب بالمسدس ويكسر ابواب الحمامات. بيخرج سودو من الحمام بطفايه الحريق وبيفضل يضرب في الباندا، فبتخاف وبتجري وبينط عليها سودو وبيضربها، وبعدها بيختفي وبيفضل سودو يدور عليه لحد ما بتيجي عربيه وبتدوس الباندا، وبينزلوا منها شباب وبيكونوا ماشيين بالصدفه ومش بيلاقوا حد غير سودو واقف. بيجي اشعار لسودو من اللعبه على التليفون وبيلاقي نفسه فاز على الباندا. بيضحك الباندا وبيقول له سودو ازاي اخسر قدام واحد مش بيعرف ازاي يستخدم قدراته. بيشوف سودو الباندا بتموت قدام عينيه وبيبقى مش عارف لسه ايه اللعبه دي. بيتصل سودو بالاسعاف علشان ينقذ كيود. لما بيوصل بيلاقي مكان صاحبه محفور وواخد وضعيه الجثث المرسومه في كل مكان في الشارع. بتجيله رساله من كيود وبيقول له فيها استحمل. بيفضل يعيط علشان بيفهم ان كده صاحبه مات. بيجي اشعار لشوكا وبتعرف ان سودو قتل الباندا وبتبقى مبسوطه باللي عمله وبيبقى نفسها يلعبوا سوا. بيجي اشعار لسودو وبيعرف ان صاحبه همادا مات وانه كسب 10 نقط من المباراه وتصنف للمستوى الاعلى. وبيجي اشعار تاني بموت صاحبه كيود. بيبقى لوحده ومش عارف يعمل ايه وبيبقى عايز يقول لصاحبه شينوز بس بيبقى خايف يورطه. بيدوس على التليفون وبياخد الهدايا وبيسمع حاجه بتتحدف. بيروح يشوف في ايه وبيلاقي علبه فيها السلاح اللي اخده هديه من شويه. بنشوف مجموعه من عشيره ايس يروحوا على واحد وبيقتلوه هو ورجالته بطريقه وحشه. وبيوري واحد من العشيره صوره الجثث المرسومه على الارض وبيطلب منه يعرفوا مين اللي بيعملوا كده في الشوارع علشان عايزين يحموا شيبويا. وبيطلب من رجالته يجمعوا بقى ارقام الرجاله اللي مع الزعيم اللي قتلهم علشان هيحتفل معاهم بالليل. بتمشي شوكا في الشارع وبتفضل تعد رسومات الجثث. بيروح سودو مكان وبيبقى راكب دراجه ناريه وبيلاقي ورقه مكتوب فيها ادخل وما تخافش. ولما بيدخل بيلاقي ورقه تانية مكتوب فيها الطريق اللي هيمشي منه وبيبقى خايف لا يكون معمول له فخ من اللعبه. بتبعت له شوكا رساله وبتقول له لو عايز تساعدني كمل ماشي ولو حاسس انه فخ ارجع على البيت. بيدخل سودو وبتقول له شوكا اقف عندك. بيطلب منها سودو تظهر علشان يتكلم معاها. لما بيشوفها سودو بيبقى معجب بيها وبيقول لها انت فعلا ناويه تحكي لي على كل حاجه في اللعبه. بتقول له شوكا اكيد هقول لك بما انك جيت لحد هنا هجاوبك على كل حاجه من غير اي شروط. وبتساله ايه هو اللي عايز يعرفه. بيقول لها سودو ازاي يقدر ينسحب من اللعبه لانه اتورط من غير ما يعرف اي حاجه عنها. بتقول له شوكا ان مفيش خاصيه في اللعبه يقدر ينسحب منها. بيقول لها سودو اكيد في طريقه. بتقول له شوكا مفيش غير حل واحد انك تموت. بيفهم سودو ان الانسحاب من اللعبه هو انه يتخلى عن حياته وبيسالها يعمل ايه طالما مش هيعرف ينسحب. بتقول له شوكا لو قتلت الخصم هتفوز وهتقدر تعيش. بيقول لها سودو انت كده عايزاني اقتل الناس. بيعرفها ان الطريقه دي مش عاجباه وعايز طريقه تانية علشان يقدر يهرب من المهاجمين لانه مش هيقدر ينام وهيفضل خايف. بتقول له شوكا مش هعرفك حاجه غير لما اعرف انك اهل للثقه. بتقول له شوكا طيب عرفني السجل بتاعك لان مش هثق في لاعب ما يعرفش يعني ايه اصلا سجل. بيسالها سودو ايه هو السجل ده اصلا وبيعرفها انه ما يعرفش اي حاجه عن اللعبه. بتقول له شوكا مش التعبان برضه عضك من رقبتك؟ السجل ده هو التطور اللي بيديهولك التعبان علشان تقدر تقتل بيه. بيقول لها سودو انه شاف تعبان بيعضه بس بيبقى مفكر ان دي شويه هلاوس. بتعرفه شوكا انه لازم يعرف ازاي يقدر يستخدم القدرات بتاعته بشكل طبيعي وبتطلب منه يبص على الملف بتاعه. بيقرا سودو الملف وبيعرفها ان التصنيف بتاعه دي 3 ومكتوب عنده تعذر التحليل. بتقول لشوكا مستحيل انه يبقى مكتوب عنده كده وبتبقى حاسه ان في حاجه غلط. عين سودو بتنور احمر وهي كمان وبيقول سودو باين كده ان المقابله دي مش هتنتهي على خير. بيقول لها سودو انا مش عايز اتخانق معاكي. بتعرفه شوكا لو شنطته ما فيهاش اسلحه هتسيبه يمشي المره دي. بيفتكر سودو ان ما حبش يجيب سلاح معاه علشان لو حد من الشرطه وقفوا كده هيتعاقب لانه مش من القانون يشيل سلاح بس بيكون معاه حاجات تانية يقدر يحمي بيها نفسه. بتطلب شوكا تشوف شنطته. بيقول لها سودو لو لقيت سلاح بسيط في شنطتي هتعملي ايه؟ بتعرفه انها هتقتله. بيبص سودو في الموبايل وبيلاقي اشعار انه هيلعب قدام شوكا. بيطلع سودو كشاف وبينور في وشها وبيطلع يجري. بتقفل شوكا باب المصنع بريموت في ايديها. ما بيعرفش سودو يخرج من الباب وبتجري وراه شوكا وبتفضل تهاجم فيه لحد ما بيفكر سودو في سلاح وبيلاقي في ايده وبيعرف ان القدره اللي معاه انه لما يفكر في اي حاجه تخص هجوم اللعبه بيلاقيها. بيستخبى وبيعمل نفسه مستخبي منها في مكان فبتجري عليه وبتلاقي المسدس مربوط. بيضربوا عليها وبتجري وبيفضل وراها لحد ما بيمسكها وبيطلب منها تنسحب علشان يفوز هو ومش هيقتلها. وبيعرفها انه مش فاهم اللعبه. بتصدق شوكا انه فعلا مش فاهم اللعبه وبتنسحب وبيفوز. وبتعرف انها لما بتنسحب النقط بتاعتها بتنضاف عنده واول ما بيعرف انه فاز بيغمى عليه. بنشوف بنت قاعده قدام شاشه كبيره وظاهره فيديوهات لسودو وبتبقى مستغربه ان واحد جديد في اللعبه يفوز كده بالسهوله دي. بيفوق سودو بيلاقي شوكا جنبه وبتطلب منه انهم يعملوا عيله. بيسالها سودو ازاي هيعملوا عيله. بتعرفوا شوكا انها عامله زي عشيره على الموبايل وبتبقى عايزه تضمه معاهم في اللعبه وبيكون سودو فيهم غلط خالص. بيسالها سودو عن ملجأ الاحجار الكريمه فبتعرفوا شوكا ان الملجأ بيكلف 10 نقاط كل ما يستخدمهم وكده اسمه مش هيظهر لمده اسبوع على لائحه المنافسين. بيبقى مبسوط سودو لانه معاه 40 نقطه. بتقول له شوكا انت فزت عليا اكيد النقط بتاعتك اترفعت. فبيقول لها انها بقت 639 نقطه وكده يقدر يشتري ملجأ زي ما يحب. بتقول له شوكا لو كنت مكانك مش هضيعهم من ايدي. وبتفهمه ان الملجأ مش هتمنع عنه المنافسين لو وقفوا قدامه. ده غير انه يقدر يحول النقط دي لفلوس. بيعرفها سودو انه هيجرب 10 نقط. بتقول له شوكا هتعمل ايه في طلبي. بيعرفها سودو انه موافق تبقى شريكته وبتقول له كده هنبقى اصحاب. بيقول لها سودو مش العشيره اصحاب واكتر. بتعرفوا شوكا ان اللاعبين اللي تصنيفهم B2 هم اللي يقدروا يجمعوا عشيره. بتطلب منه يلعب كويس علشان يترقى
المركز. بتعرفوا ازاي هتبعت له طلب صداقه وبتودعه وبتمشي. بيمشي سودو بيفكر في شقه شوكا وبيقول لو هي غنيه اصلا ما كانتش هتبقى مهتمه تحول النقط فلوس، وبيبقى عايز يعرف ليه بتلعب اللعبه دي، وبيفكر انها ممكن تكون اتورطت زي حالاته. وبيبص في الموبايل وبيلاقي المصنع بعيد اللي ساب فيه الدراجه بتاعته. بيدخل يسحب فلوس وبيلاقي معاه 50,000، وبيشوف بيلاقي معاه 1,050,000، وبيعرف ان ال10 نقاط دول عملوا مليون. بيلعب واحد في حلبة المصارعة قصاد بنت لابسة ماسك، بيسألها هي اللي قتلت ال 12 شخص في مدينة شيبويا، وبيعرفها انه افتك عشيرة ايس هي اللي قتلتهم، وبيقول لها انهم بيشككوا في عشيرته، وبيبقى عايز يعرف مين اللي عمل كده، وبيقول لها ان سمع عن واحد هزم صائد المستجدين المتنكر، وفي شوية اشعارات بتروح للاعبين علشان في حدث جديد هيبدأ، وبعدها بيسيبها وبيمشي. بيقف سودو قدام تمثال وبيستنى شوكا، وبتيجي عليه وبتاخده وبيخرجوا سوا. بيسألها سودو عن الاشعار اللي جاله بتاع الحدث. بتعرف شوكا ان في حدث هيحصل في شيبويا، علشان كده لازم يشوفوا ايه اللي هيحصل. بيسألها سودو هيروحوا فين، فبتعرفوا شوكا انها هتاخده على حديقة يويوجي، وبتسأله لو راح هناك قبل كده. بيسألها سودو ايه علاقتها باللعبة. بتقول له شوكا اول حاجة هتعملها اوعى تقول اسم اللعبة دي تاني، علشان لو قلتها يبقى انت كده هتنهي حياتك. بتقول له شوكا دي قواعد اللعبة انك ما ينفعش تصرح بأي حاجة عن اللعبة. بتقول له شوكا ممكن يقول اللعبة او يقول دي غنم، فبيقول لها سودو ان دي بترمز للموت. بتطلب منه انه يفضل مستعد طول ما هو في شيبويا، وبتقول له شفت الملاية اللي متغطي بيها التمثال اللي كنت واقف عنده في المكان ده، حصل حاجة تخص اللعبة هناك واتقتل 12 شخص، لان شيبويا هي منطقة تخص عشيرة شريرة اسمها ايس، علشان كده في لاعبين كتير في المكان. بيسألها سودو عن سبب انها تلعب لعبة خطر زي كده، خصوصا انها مش باين عليها بتلعبها علشان الفلوس. بتقول له شوكا ينفع تسيب بنت جميلة زي تحتفظ باسرارها، وبتطلب منه يروح معاها علشان تشتري لبس، وبتدخل تقيس لبس، وبيفضل سودو ماسك الموبايل وفتح اللعبة علشان عايز يعرف ايه اللي هيحصل في الحدث. بتخرج شوكا ولبست فستان جديد، وبيقول لها سودو هو مكسوف شكله حلو. بيمشي واحد وهو بيتكلم في التليفون، وبيبقى عايز يعرف سودو فعلا في شيبويا ولا لا، واللي بتكلمه بتقول له 82% هيكون هناك، لانها بتبقى مش ضامنه اي حاجه بنسبه 100%. وبتبقى اللي بتكلمه البنت اللي بتبقى قاعده قدام الشاشات وبتراقب سودو، وبيطلب منها ما تبيعش المعلومات دي لاي حد تاني. بتعرفه ان ده شغلها وهتبعتها ل3 مشتركين، وهو اول مشترك وكده فاضل 2. فبيقول لها طالما انا اول واحد مفيش مشكله، علشان بيبقى متحمس انه هيقبض عليه الاول. بتساله عن الاشعار اللي وصل لها عن البحث عن الكنز، فبيقول لها انت مهتمه علشان تشتري المعلومات. فبيقول لها اللي يعرفوا انها راحت لشويه لاعبين مش للكل، وبتبقى الدعوه اللي جات لها دي نفس الدعوه اللي راحت لسودو. بيقف سودو وسط شنط كتير، وبيبقى مقضي الوقت كله مع شوكا وهي بتشتري لبس. بيدخل عليه الشاب اللي بيكلم البنت، وبياخد من ايده التليفون، وبيقول له انت بقى سودو، وبيطلب منه يتكلم معاه شويه. بيمشي وسودو بيمشي وراه، وبيبقى عايز يعرف رايح على فين. اللاعب بيقول له امشي وانت ساكت لو عايز تاخد تليفونك تاني. بيمشي سودو وبيبقى مفكر ان ده واحد من عشيره ايس. بيخوفه اللاعب وبيقول له لو ما اخدتش تليفونك او ضاع مش هتعرف تشوف خصمك ولا هتعرف تشتري ملجأ علشان تجنب النزلات، وكده هتخسر حياتك. بيعرفوا اللاعب ان كلهم بيتكلموا عليه علشان هزم صائد مستجدين والملكه غير مهزومه، وبيبقوا منبهرين بيه لان مفيش حد جديد من اللعبه عمل زي ما هو عمل بالظبط، وخصوصا انه هزم 2 مشهورين علشان كده بيتكلموا عليه. وبيبقى قصده على الباندا وشوكا، وبعد كده بيحدف له الموبايل وبيختار يلعب ضده، وقبل ما سودو يتحرك بيجري عليه وبيضربه. بيجي اتصال لشوكا من البنت، وبتعرفها انها بتبحث عن العصابه اللي قتلت الملاكمين، وبتعرفها باسمهم عصابه نادي دينجو، وبتطلب منها شوكا انها تبحث وراهم. فبتسالها البنت لو عايزه تعرف حاجه عن سودو، فبتقول لها شوكا لو عايزه تعيشي عرفيني. بيبقى سودو واقع على الارض، فبيطلب منه الخصم بتاعه انه يطلب المساعده من شوكا، فبيقول له سودو ما تبقاش مغرور كده علشان وقعتنا على الارض. بيطلع سودو جهاز صاعق وبيضربه بيه، وبيهدده بالموبايل بتاعه لو قرب هيدمره، وبيعرفه سودو انه اخده منه وهو مش مركز، وبيقول له بعد كده ركز على موبايلك. بتروح عليه شوكا وبيقول له الخصم ما انتوا اهو متعاونين مع بعض. بيطلب سودو منه يستسلم بدل ما يكسر التليفون بتاعه، وبعدها بيستسلم وسودو بيفوز. وبيعرفه بنفسه وبيقول لهم ان اسمه انوكاي من نادي دينجو للملاكمه وفي سنه اولى ثانوي. بتقول له شوكا ليه بتتعامل معانا كويس واكنك مش خصم. بيقول لهم انوكاي علشان كل اللاعبين اللي في العشيره كبار في السن، وهو مصدق انه لقى حد في سنه. بيجي اشعار لسودو، بيعرف ان البحث عن الكنز هتبدا في خلال دقيقه. بيبدا الحدث وبيلاقي سودو نفسه اتحوط بمربعات كده لونها ازرق. بيتخض وبيسال ايه ده، فبتعرفه شوكا علشان هيتنقل لاماكن بعيده، وبتعرفه انهم كده هيبقوا منفصلين، وبتطلب منه لو انفصلوا يدوروا على بعض. لسه هيخلص سودو كلامه وبيلاقي نفسه في اوضه لوحده، والبنت كمان بتتنقل وبيبقى في ايدها كيبورد وشنطه وموبايل، وبتقرا قواعد اللعبه، وبتقرا ان اللي مش هيقدر يجيب المطلوب منه، وهم بيبقوا عباره عن 3 خواتم ولازم يبقى في الوقت المحدد ليه، لو خالف القواعد هيموت. بنشوف واينج ماسك الموبايل وبيبقى هو كمان في البحث عن الكنز، وبيعرف انه هيدور جوه منطقه شيبويا. بنشوف بنت مستخبيه وبتبقى واقفه مراقبه واينج لانها عارفه انه قائد عشيره ايس، وبتبقى عايزه تتخلص منه، وبتحدف عليه ورقه وبتخرج. فبتروح عليه وبيقول لها واينج انت عايزه تموتي ولا ايه؟ فبتقول له البنت انت اللي هتموت، الورقه اللي حدفتها بتتحول لنار وبتولع في واينج. وبتعرفوا ان درجه النار بتاعتها عاليه قوي، لما بيولع حاجه بتفرقع وبتنزل من فوق ميته. بتنزل البنت وبتتحول لجثه